السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده تاني فيديو من سلسله سر الصنعه، وفيديو النهارده بعنوان خفه يد، لان انا النهارده جاي اقول لك على تمارين تعملها علشان خاطر تخلي خفه اليد عندك احسن، وفي نفس الوقت هديك نصايح لازم تعملها كماجيشن علشان خاطر تعلي من البرفورمانس بتاعتك. قبل ما نشوف بقى الشرح ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد انزله، وما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام وفيسبوك وتيك توك، هسيب لك اللينكات كلها تحت في الديسكربشن، وبالاخص انستجرام تعمل لي فولو هناك علشان خاطر انا هناك باخد راي المتابعين في حاجات كتير جدا، وبسمح للناس انها تسالني وبجاوب عليهم في الستوريز. ولو انت حابب تشتري خدعه مدفوعه هسيب لك برده لينك الستور بتاعي تحت في الديسكربشن لو عايز تشتري اي خدعه مدفوعه من الخدع بتاعتي. بس كده عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نشوف الشرح. ان شاء الله النهارده اقول لك على شويه تيبس كده تعملها عشان خاطر تحسن من خفه اليد بتاعتك. طيب بص، اول حاجه اي حاجه في الدنيا بتمشي او بتيجي مع الاستمراريه، سواء تمرين سواء محاوله في اي حاجه. مثلا عايز تذاكر، عايز مش عارف ايه، ذاكرت مره ما عرفتش هتذاكر تاني هتعرف. اتدربت على حركه مره في الماجيك مثلا ما عرفتش، اتدربت تاني هتعرف، وهكذا. اي حاجه في الدنيا ماشيه او سببها بس ان انت تفضل تستمر، فدي القاعده الاولى اللي تحطها في بالك. طيب تاني حاجه هي انك لو بتتعلم حركه مثلا زي كده، زي سناب تشينج مثلا اهو، انك تشيل كارتين وتحولها، يعني مثلا 8 دايموندز اتحولت لايه؟ ل 8 هاردز. انت دلوقتي مثلا ما بتعرفش تعمل الحركه دي او بتلاقي صعوبه انك تعمل كده، خلاص مثلا بيحصل معاك كده. بص، مره في مره، يعني دي اول مره حصلت معاك، حلو، هتفضل تعملها كتير هتلاقي نفسك ايه، بدات تعملها كويس. طيب تاني حاجه هي تمارين خفه اليد. عايزك تهتم قوي بتمارين خفه اليد اللي هي ايه؟ جيب ايديك الاثنين تحطهم على بعض كده بالشكل ده، وتبدا تحرك الصوابع دول بالشكل ده بالسرعه دي، ماشي، وتخلص تروح على الصابع اللي بعده بالشكل ده، على قد ما تقدر اعمل. انت اصلا هتحس بطرقعه في الاجزاء دي، تحس ان اوتار ايدك بتتشد. افضل اعمل التمارين دي كتير جدا 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 جدا، وشوف الفرق هتدعي لي. اهو خلصت مثلا الصباع ده، ادخل على اللي بعده على طول، يمين وشمال يمين وشمال. طبعا عمرك لو انت في البدايه عمرك ما هتعرف تعملها بالسرعه دي خالص، ماشي، لازم في الاول هتلاقي اصلا صوابعك بتخبط وتعمل كده، فاهم؟ تخلص تدخل على الصابع اللي بعده اللي هو الصابع الايه، التالت، تخلص وتدخل برضو على الصابع الرابع. حاول انت على قد ما تقدر وانت بتعمل اصلا تمرين، لو حسيت ان صابعك التانية زي مثلا دول اهو، انا بعمل في الصابعين دول، لقيت دول عمالين بيتحركوا منك، حاول انت تنشف ايدك وتخلي صابعك كلها متماسكه ما عدا الاثنين دول بس، ما عدا الاثنين اللي انت شغال عليهم. ده بص هيساعد ان الاوتار اصلا ايه، تتشد اكتر. ودي حاجه اسمها برضو ايه، مايند ماسل كونكشن. يعني ايه؟ انت عمال بتدي اشارات لعضلاتك بشكل معين عشان خاطر العضله تتعود على ميكانيزم معين. تخيل كده انت في جيم مثلا وبتتمرن، والمفروض ان انت بتشيل الوزن بالشكل ده، تمسك الدمبلين كده مثلا ترفعهم بالشكل ده. لو انت اول مره تروح جيم مش شرط تكون بتعرف تعمل التكنيك ده صح، ممكن تلاقي نفسك بترفع ايد وايد لا، ايد اعلى من ايد. مع الاستمراريه اللي انا ذكرتها في اول الفيديو، الاستمراريه مع كتر عمل التمرين، او سواء تمرين حديد او سواء اي حاجه، بيبدا يزيد عندك المايند ماسل كونكشن. خلاص مخك بدا يدي اشارات للعضله انها تشتغل بالشكل الفلاني عشان انت عودتها على كده. فانت مره في الثانيه في الثالثه هتلاقي الموضوع سهل معاك جدا، وتقدر تبدل ايه بين الصوابع، سهل قوي، سهل جدا يعني. تمام، دلوقتي انت خلصت التمارين دي كلها وعايز تتدرب مثلا على حركه معينه زي البالم. طول ما انت قاعد في الشقه مثلا، خد لك كده يوم، او حتى انا مثلا ساعات لما باجي اذاكر عشان بس الناس ما تقوليش ايه انه انا هقعد اخصص وقت، عادي خالص. انت بتعمل اي حاجه في يومك، بتتفرج على فيلم مش عارف ايه، ابدا اتعلم حركات يعني مثلا زي الهاند بالم اللي هي بالشكل ده، فاهم؟ اهو انا مثلا بتكلم مش عارف ايه، احفظ الكارت كويس بالعلامه، مش اهو مثلا كارت فوق اتحكمت فيه باي طريقه، خلاص بقول للشخص مثلا تعرف انا كنت كام تفنيطه، ابدا تعود ايدك على الحركات دي. الهاند بالم، سرقه الكارت بالشكل ده كده، وهو اصلا في الحق اتسرق هنا اهو، فاهم انت قصدي؟ كل الحركات دي افضل اعملها، هتساعد برضو ان ايدك تتعود على خفه اليد بشكل عام. فلحد هنا دي كانت جرعه سحريه بدون اثار جانبيه، قلت لك على اهم التبس انك تزود او تحسن خفه اليد بتاعتك. استنوني في فيديوهات تانية كتير، شكرا ليكم، سلام عليكم.